بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، النهارده يا حبايبي هنعمل النهارده احلى طبق كشك مصري جميل بطريقة كويسة بتكات حلوة. تابعوني في الفيديو تعرفوا المكونات بتاعتي والطريقة بتاعت الكشك الجميلة دي. ويا حبايب قلبي اللي ما شافناش على القناة يا ريت يخش ويشترك في القناة بتاعتنا ويفعل الجرس ويعمل لايك ويوصل لكم كل جديد من مطبخ ام عبير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. حبايب قلبي، النهارده يا حبايبي هنعمل النهارده الكشك المصري بطريقه كويسه، بطريقه حلوه والطعم الجميل وتكات ام عبير في المطبخ. النهارده معايا المكونات بتاعه الكشك المصري بتاعي. النهارده معايا الاول حاجه بصلتين متوسطين، دول هحمرهم للتجميل بتاع الكشك. معايا هنا حوالي كوبايتين شوربه مقطعه. اي حتت فراخ عندك باقيه عندك مطرح اكل، مش شرط ان انت تطلعي وتعملي. عندي حته صدر فرخه قطعته حتت صغيره وحطيته في الشوربه وهاخده غلوه في قلب الشوربه عشان اعمل الكشك. وحاطه واحده مرقه ماجي. عندي هنا في المكونات بتاعتي عندي رز، مش هقول لك برضو اطبخي رز. عندك رز يا جماعه بايت، عندك طبق رز بتاخدي شويه رز منه قيمه 3 4 معالق رز. وعندي هنا كوبايه لبن، وعندي هنا معلقتين دقيق مدوبان في شويه لبن عامل زي النشا كده بالظبط. وعندي هنا المكونات التوابل: فلفل اسمر معلقه صغيره، معلقه صغيره ملح، معلقه صغيره توم باودر، بصل باودر، كمون. اهو. اجي بقى معاكم هنا اغلي بس الفراخ بتاعتي في الشوربه تاخد غلوه كده، وهنزل عليها بالرز بتاعي اهو يا حبايبي. الشوربه يا حبايبي غليت اهيت، انا هنزل بالرز اهو. ده الكشك المصري بيبقى احلى كشك يا حبايب قلبي، مش الكشك الصعيدي. فيه كشك الصعيدي وفيه الكشك المصري، بيبقى طعمه جميل قوي. ما تقطعي في حته عندك حبه مكسرات، ما عندكيش خلاص يكتفي باللي هو فيه الموجود عندك. على قد ايدك، زي ايه ما بيقولوا، على قد الايد الموجود عندك اعمليه يا حبايب قلبي. الرزايه اهي استوت اهي، شايفينها هي مستويه بس بتديها تتشرب من الفراخ والشوربه تاخد الطعم بتاعتها. هنزل بقى بكوبايه اللبن الكبيره. بسم الله الرحمن الرحيم. ده بيبقى طعمه جميل قوي يا جماعه، والله جربوا الطريقه دي حلوه قوي في الكشك، جميل جدا والله، وحتى يعني احنا بنموت فيه. نزلي التوابل بقى يا معاه كمان والملح. سيبيه بقى يغلي شويه كده، نسيبه يغلي شويه وبعدين هننزل بتاعنا بالدقيق بتاعنا عليه. يكون البصله اتحمرت، باخد معلقتين من البصله المحمره في قلبه وازوق الوش بالبقيه البصل. ماما قولي لهم بقى لما ما انا همشي معاهم برضه اهو. يلا. ادي البصله بتاعتنا اهي قايمه على تحميره اهي. بصي يا حبايبي، معايا كوبايه الدقيق اهي. انا مش هنزل بقى كلها، انا الف كده لما هيلاقيها هيمسك معايا هقف بالدقيق بتاعي كده. خلاص مش هحط انا مكونات. هنزل بقى بمعلقه بصل من اللي بيتحمر ده يطعم لي الكشك بتاعي. يا حبايب قلبي بصوا شكل الكشك وريحته جميله جميله. لو عندك معلقه سمنه بلدي حطيها، بس انا والله خلصت السمنه في الكحك بقى والحاجه اللي انا عملتها، او ما فيش سمنه بلدي. خلاص هقف كده، هقفل عليه كده خلاص. حبايبي خلصنا طبق الكشك الجميل الحلو دي بالطريقه الجميله، واعملوا الطريقه بتاعتي دي يا حبايب قلبي. وما تنسوناش يا حبايبي في لايك وشير وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد من مطبخ ام همسه وام عبير.